من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. هذا هو الدرس الثامن من كتاب الوجيز. كنا وصلنا الى اركان الصلاه. اركان الصلاه واركان الصلاه اذا تخلف منها ركن وختمت الصلاه لم يعتد بهذه الصلاة شرعا. كما سنبين أما إن استطعنا أن نلحق هذا الركن بالصلاة بعدها بإنجاز مع سجود السهو. وأركان الصلاة منها أو أولها تكبيرة الإحرام. فقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فعلم ذلك أن تكبيرة الإحرام هي ركن الأول من أركان الصلاة. طيب، وقلنا في المرة السابقة في صفة الصلاة لابد وأن يؤتى بتكبيرة الإحرام أثناء حال القيام. لابد وأن يأتي في حال القيام. فإن أتيت تكبيرة الإحرام وأنت تركع أو وأنت راكع لم تنعقد الصلاة أصلا. لأن موضوعها القيام، كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. ثانيا من أركان الصلاة القيام في الفرض للقادر عليه. أن تقف في الصلاة قائما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كنت قادرا يلزمك القيام. طيب، ولذلك لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، وأمر بذلك عمران بن حصين فقال له: صل قائما. طيب، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى هذه مراحل. طيب، تصلي قائما. إن لم تستطع هل مباشرة تنتقل من قائما إلى قاعدا؟ قال أهل العلم: لا، بل عليه أولا أن يستند إلى الحائط كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وصحابته رضي الله عنهم. كانوا يتكئون على العصي في الصلاة. أنا أستطيع أن أنا أصلي قائم خلاص. طيب، مش قادر أعمل إيش؟ أتكئ على العصا أو أستند إلى جدار حائط. طيب، فإن لم أستطع أجلس. هذه على مراحل. طيب، رجل، وذكرنا ذلك في المرة السابقة، رجل يستطيع القيام وصلى جالسا، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. رجل يستطيع القيام، هذا ركن، وهذه في الفريضة يستطيع، هذه في الفريضة يستطيع أن يصلي قائما وجلسا، هذه صلاته باطلة. خلاص، قولا واحدا. أما إذا كان في السنة في النوافل، إذا كان يستطيع القيام وصلى جالسا، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، ولكن له نصف الأجر. أحسنتم. طيب، الناس كثيرون يمشون على الأقدام جيدا وبعد ذلك يجلسون على الجلوس. سبحان الله العظيم، هذا يعني عجيب. نعم، هذا من الفهم الخاطئ. طيب، فإن لم يستطع فعلى جنب، يصلي على جنبه. طيب، ولذلك حتى قالوا أنه يصلي إيمان أي برأسه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أنه إن لم يستطع الإيماء برأسه، تحريك رأسه، خلاص، قال سقطت عنه الصلاة. سقط عنه الصلاة. غير شيخ الإسلام ابن تيمية بعض أهل العلم قالوا بل يعني بتحريك عينيه، يعني وكأنه يرمش بعينه،
خلاص. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنما الإيمان، فإن لم يستطع أن يومئ برأسه سقط عنه الإيه؟ سقط عنه الصلاة. طيب ثالثا من هذه الأركان قراءة الفاتحة في كل ركعة. انتبه، في كل ركعة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيغ صلاته بالقراءة، ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أي قراءة الفاتحة أن تقرأ في كل إيه؟ في كل ركعة. وأيضا ذكرنا ما ورد عند أبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى بالصحابة في صلاة الصبح، ثم بعد أن ختم الصلاة قال لهم: وكأنكم تقرؤون خلف إمامكم. وكأنكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. هذا صريح أنه حتما ولا بد أن تقرأ بفاتحة الكتاب. وقلنا يستثنى من ذلك من أتى والإمام والإمام راكع. قلنا من أتى والإمام راكع يستثنى هذه فقط بحديث أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر أن يأتي بركعة، وأنه معلوم من الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت عن وقت الحاجة. فلو كانت الركعة لم تنعقد لأمر النبي بالإعادة. فلما لم يأمره بالإعادة دل ذلك على أن الصلاة صحيحة وانعقدت من الركوع. صحيح؟ طيب. رابعا وخامسا الركوع والطمأنينة فيه. هذان ركنان لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الآية. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. تطمئن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والطمأنينة ينعقد الركوع إذا وصل كف اليد إلى الركبتين واستوى الظهر. يعني تقول الله أكبر وتركع، فإذا قبضت براحة يديك على ركبتيك واعتدل ظهرك خلاص انعقدت الطمأنينة. طيب. أيضا 6 و7 الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه. بعض إخواننا لا يعتدل في ركوعه، قبل أن يعتدل ينزل على طول. نقول هذه صلاته باطلة. ليش؟ لأنه فقد ركنا من أركان الصلاة. لا بد أن يعتدل مرة أخرى ويطمئن في الاعتدال. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجز صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ومعلوم أن حديث المسيء صلاته عمدة في الباب. هذا الحديث عمدة في باب الصلاة. انتبه. طيب. 8 و9 السجود والطمأنينة فيه. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولقوله للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأعضاء السجود 7. عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. يبقى الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، اللي هي صدور بطون الأصابع، القدم، وليس
ظهر ايه؟ ظهر الاصابع، بل بطون صدور الايه؟ الاصابع هكذا للقدمين. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصب جبينه. طيب، هذا أمر إيه؟ أمر مهم. 10 و11 الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. لابد وأن تجلس وتطمئن في الجلسة بين السجدتين. لا تجلس صلاة لا يقم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. والأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك كما مر في السجود. 12 التشهد الأخير. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله الحديث. طيب، رواية عبد الله بن مسعود وهي أشهر الروايات، وإلا فلها أكثر من رواية. وهذه رواية ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، هذه الصيغة واردة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهي كما عند الإمام البخاري ومسلم. من حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها وابي هريرة وابن عمر أن الصحابة كانوا يقولون بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. انظر، كانوا يقولون والنبي بين ظهرانيهم: السلام عليك أيها النبي. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فيعني أزالوا كافة المخاطب، لأن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني البيهقي من طريق أبي نعيم شيخ البخاري وغيره قالوا: لما ورد في هذا الحديث وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عائشة: ما نراهم يفعلون ذلك إلا أنهم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، 13 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. لحديث فضالة ابن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، فدعاه وقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الصحابي أنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركنا. التشهد الأخير ركنا. طيب، وفي التشهد الأوسط هو سنة يستحب ذلك. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: فإن أتم فقد أكمل. وإن كان الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال أن في التشهد الأوسط فقط إلى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقط. وقال ثم أورد حديث وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الصيغة من التشهد وكأنه على الردفة
رطف الحجارة المحمية، وهذا الحديث فيه انقطاع ولا يصح، فيه انقطاع ولا يصح. والصحيح والأولى أننا نتم التشهد كاملا في التشهد الأوسط والتشهد التشهد الأخير. طيب، رابع عشر وأخيرا السلام من هذه الأركان، السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتعلمون صيغة السلام: السلام عليكم ورحمة الله، ويمكن أن تزيد وبركاته، والناحية اليسرى، وحتى تجعل صفحة الخط يراها الذي خلفك: السلام عليكم ورحمة الله، هكذا. طيب، نأتي إلى واجبات الصلاة. ولكن قبل أن ننتقل إلى واجبات الصلاة، قلنا أن هذه الأركان إن سقط منها ركن كالفاتحة مثلا، سقط منها ركن، يعني وفي نفس الركعة، في ذات الركعة مثلا، رجل قام يصلي ولم يقرأ الفاتحة، وأثناء ركوعه تذكر، ماذا يفعل؟ يعتدل من ركوعه ويقرأ الفاتحة ثم يتم صلاته. تذكرها وهو ساجد، وهو في ذات الركعة، في نفس الركعة. نعم، يأتي يكمل صلاته. خلاص، لو تذكر مثلا قراءة الفاتحة خلاص وهو ساجد، يعتدل ويقرأ الفاتحة ثم يتم صلاته ويركع ويسجد. طيب، كان ساجدا وتذكر أنه لم يركع، كان ساجدا وتذكر أنه لم يركع في نفس الركعة، يعتدل يركع ثم يعتدل ثم يسجد ويتم صلاته، إذا كان في نفس في نفس الركعة. طيب، إن تذكر شيئا من أركان الصلاة ولكن بعد أن انتهت الركعة الأولى، لا، يتم الصلاة ثم يأتي بركعة أخرى ثم يسجد للسهو. يا شيخنا، لو هو دلوقتي كان في السجود وطلع عشان يجيب الفاتحة، نعم، وقرأ الفاتحة وركع تاني، يبقى كده هيقرأ ركعين. يبتدئ صلاته تبتدئ من حين أن يأتي بهذا الركن، خلاص. ولكن إذا كان في نفس الركعة، طب إذا انتقل إلى الركعة الثانية نقول لا، خلاص، هذه الركعة انهدمت، ثم يبدأ من بعدها بركعة في آخر الصلاة بدأ التي انهدمت. ده لو منفرد، إنما لو في جماعة ونسي الفاتحة كان إماما، كان مأموما، خلاص. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم، وإن فسدت صلاتهم، إن صحت صلاتهم فلهم ولكم، وإن فسدت صلاتهم فعليهم ولكم. بالنسبة للإمام تاني: إن صحت صلاتهم فلكم ولهم، وإن فسدت صلاتهم فعليهم ولكم. إمام فسدت صلاته بريح أو غيره ثم هو أتم صلاته، خشية الحرج أو غيره، وهذه صلاة باطلة، وصلاة المأمومين صحيحة، ولكن شريطة ألا يعلموا في هذا الوقت، فلو علموا لازمه. خلاص. طيب، نأتي إلى واجبات الصلاة. وهو بعد ما خلصوا أعلم يعيد يصلي بها مرة أخرى. رسالة حضرتك بالنسبة للمأموم، أنا نسيت الفاتحة. نعم. هل أنا دلوقتي الفاتحة افتكرت وأنا ركع وأنا مأموم؟ وأنا مأموم، هذا صلاة الإمام على رأي من قال أنه بهذا خلاص. نعم، صلاة مأموم. خلاص. طيب، واجبات الصلاة: 1 تكبيرات الانتقال، والواجب الذي يعني من فعله يثاب ومن تركه يأثم،
ويجزئه سجود السهو، يجزئه سجود السهو. منه تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، الحمد لله، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذه تكبيرات تكبيرة الانتقال. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن ينتقل من هيئة إلى هيئة بالتكبير. وأيضا أمره للمسيء صلاته فقال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله الحديث. كما علمتم ذكر أيضا في بداية الأمر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرات الانتقال بين هيئات الصلاة. الأمر الثاني من واجبات الصلاة التشهد الأول. التشهد الأول. كل هذه الأمور لا تبطل الصلاة. لا تبطل الصلاة، ولكن إن نسيها العبد لازمه أن يسجد سجود السهو، وسنقول موضع السجود. طب هو سجود السهو ده مش سنة يا مولانا ولا؟ نعم. والناس سجود السهو سنة أم واجب؟ ليش؟ سجود السهو من السنة أن تسجد وهي متممة للصلاة. طب إن لم أفعلها؟ يعني كان في صلاته نقص، فإن تعمد ذلك فيعني هو على خطأ. مثلا نعم. مثل هذا واجب من واجبات قصدا تعمدا، يعني إن تعمد التشهد أو التكبير أو سمع الله لمن حمده متعمدا، يعني إن تعمد إبطالا قال بعض أهل العلم فسد الصلاة إن تعمد. طيب أما النسيان خلاص عليه سجود السهو. الناس يسجد السهو. نعم، فلا حرج، لا إثم عليه. قالوا شيخ الإسلام ابن تيمية إن نسي سجود السهو وكان وقتا قريبا بينه وبين الصلاة سجد وقتا قريبا خلاص. أما إن فصل بينه وبين الصلاة، نعم، إن فصل بينه وبين صلاته وقتا طويلا خلاص. ولذلك سنأتي على سجود السهو موضع السجود، هل يكون قبل التسليم أو بعد التسليم؟ ففيه الأمر فيه خلاف واسع، لكن مختصره أنه لو كان هناك نقص في الصلاة، نقص في الصلاة، فيكون السجود داخل الصلاة أي قبل التسليم. أما إن كان في الصلاة فيها زيادة، يعني واحد بدل ما يسجد بدل ما يصلي 4 صلى 5، فهذا فيه زيادة، فقالوا أن يكون سجود السهو بعد التسليم أي خارج الصلاة. طيب، فذكرنا التشهد الأول أيضا من واجبات الصلاة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، ثم ذكر التحيات لله الحديث. طيب، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش رخزك اليسرى ثم تشهد. ثالثا من واجبات الصلاة ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ السترة بين يديه تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءه. يبقى اتخاذ السترة. هو ذكر اتخاذ السترة الشيخ يعني حفظه الله تعالى، وإن كان يعني أهل العلم يذكرون ذلك أنها في سنن الصلاة وليست في واجبات الصلاة اتخاذ السترة. فمن حديث سهل بن أبي حسمة نعم أنها من سنن الصلاة. عن سهل بن أبي حسمة قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة
وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وعن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله. بعض القبورين فلتقتله، خطأ. تقتله يعني لا تقاتله، أي تدفعه دفعا إيه؟ يعني فيه زجر، فيه شدة. نعم. فإن معه القرين أي من الشيطان. وتتحقق السترة بالجدار والأسطوانة والعصا المغروزة والراحلة يعرضها فيصلي إليها، وأقل ما يجزم مثل مؤخرة الرحل اللي هي الخشبة التي يستند إليها الراكب أثناء ركوبه على الجمل. لحديث موسى بن طلحة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي وليبالي ما مر وراء ذلك. وبعض أهل العلم ترخص في ذلك حتى أوصلوها إلى لو أنه وضع شيئا ولو خطا، ولو علبة مناديل هكذا أمامه ليتميز للمار أمامه أن هذا هو منتهى موضع سجوده، جوزه بعض أهل العلم. معلش انا اسف، هو في بعض الناس بتوضع الحذاء بتاعها قدام. لا هذه في سبحان سوء أدب أن تجعل ذلك في قبلتك إلى ربك. تضع حذاءك في قبلتك، يعني إن وضعته بين رجليك كان أولى، وإن لبسته هذا سنة طبعا في غير المساجد التي فيها مكتب غيره. خلاص. طيب، دنو المصلي من السترة. دنو المصلي من السترة. عن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. 3 أذرع. وعن سالم بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، شيء بسيط تمر منه الشاة. فإذا اتخذ السترة فلا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة. ولذلك ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة، يعني تحرك إلى القبلة حتى ألزق بطنه صلى الله عليه وسلم بالجدار بالقبلة، فمرت من خلفه. وتعلمون يعني في الحديث يعني أن الإنسان منا خير له أن ينتظر 40 من أن يمر بين يد المصلي، حتى لم يذكر الراوي 40 يوما 40 سنة 40 ويدل ذلك على حرص إنسان منا ألا يمر بين يد مصلي. وذكرنا في المرة السابقة يعني حكم المار بين يد المصلي، وأحيانا يأثم المار وأحيانا يأثم المصلي وأحيانا يأثم المر والمصلي. ذكرنا ذلك في الدرس السابق. طيب. نعم. هو دلوقتي مش في سترة مثلا بيصلي. نعم. المسافة تبقى ايه مثلا عشان يعدي؟ اجعل لنفسك سترة جدار، اجعل لنفسك سترة مصلي أمامك. احنا بنصلي مثلا الجماعة وقتات متأخرة. نعم. ومثلا صف الصف الأول ولا الصف الثاني ومرة أحد، فيبقى بينه وبينه قد إيه علشان حاول لو أن مثلا يعني هم انتهوا من صلاتهم. نعم. صحيح. لو أن لك شيئا معك مثلا واستطعت أن تضعه لا حرج، هذه حركة بسيطة في الصلاة لا تبطل الصلاة. أن تخرج مثلا شيئا، علبة مناديل مثلا، التليفون أو غيره، ووضعته أمامك، هذا الشيء يميز يميز نهاية موضع سجودي، هذا يكون خير. وجدت أحد الأخوة يصلي ولكن في يعني يميل قليلا، تحرك قليلا تجعله أمامك، هذه الحركة البسيطة لا شيء فيها ولا حرج. طيب، أيضا من هذه الأمور تحريم المرور بين يدي المصلي، كما تعلمون من حديث أبي جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وقلنا أيضا سترة الإمام سترة للمأموم. سترة الإمام سترة للمأموم، يعني يحل ليك أن أنت بس هذا للضرورة، للضرورة أن تمر بين الصفوف لتسد خلة خلاص في الصف. أما أن تمر هكذا اختصارا للمكان لا، فإنك تخرج إخوانك عن الخشوع. صحيح؟ طيب، لكن لا يحل لك أن تمر بين يدي الإمام. فعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على الأتان ليش؟
أنثى الحمار. أنثى الحمار، نعم. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي وصل مرحلة البلوغ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف أي في وسط الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. طيب، هذه كانت في واجبات واجبات الصلاة. سنن الصلاة. وسنن الصلاة نقسمها سنن قولية وسنن فعلية. فأما القولية يرحمك الله، فدعاء الاستفتاح، وأفضله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل القراءة، قبل أن يقرأ سكت هنيها وقت يسير. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ومنه أيضا ما ذكرناه أيضا، وهو الحديث عند مسلم، أن الصحابي لما قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت لك أبواب السماء. فإذا فتحت لك أبواب السماء فنرجو أن تكون صلاته مقبولة. صحيح؟ احرص على هذا الدعاء، والحديث عند مسلم. أيضا الاستعاذة قال رب العالمين، قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. في هذه يعني مما ورد في الاستعاذة. وتعلمون الاستعاذة هل هي مرة واحدة أم مع كل قراءة؟ يعني بعض أهل العلم مسألة خلافية على أنها مرة واحدة في الركعة الأولى، وبعض أهل العلم قالوا بل أنها مع كل قراءة، والراجح أنها في الركعة الأولى. طيب، أيضا من هذه الأمور السنن التأمين. فعن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فأمنوا. يعني لما الإمام يقول آمين تقول معه آمين، ولكن لا تسبقه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما تسبقش الإمام. طيب، فإن من وافق تأمين الملائكة، لأن الملائكة أيضا تؤمن خلف الإمام، صحيح؟ تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، أيضا ذنوب صغيرة. نعم، ذنوب الصغيرة والكبيرة. معلوم أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة. الكبائر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، الكبائر لا تكفرها إلا التوبة. أما الصغائر فتكفرها الصلوات والاستغفار والعمرة وغيرها. طيب، التوبة لا، ورد المظالم. إن كان هناك مظلمة لأحد لابد من رد المظالم، فإلا ترد في الدنيا حتما ولا بد. فهناك قنطرة عند الصراط تسمى قنطرة مظالم حقوق العباد، يتعلق بها الأمانة وحقوق العباد. إن لم أجد، طيب الناس اللي أنا عايز أرد لهم المظالم، طيب إن لم تستطع الوصول إليهم، طيب نقول الأول إن استطعت الوصول إلى هؤلاء الذين لهم حق عندك، هل يلزم أن تخبر صاحب الحق أن هذا هو حقك؟ لا، لم يشترطه، بل أوصل له حقه بأي طريقة. فإصلاح ذات البين أولى، لأنك أنت لو أنت قلت له خذ الشيء ده أنا كنت سرقته منك زمان، هتبقى قطيعة، صحيح؟ لكن لو أنت وصلتها له أي صورة كان، هدية غيرها، المهم أن تصل إلى ملكك.
طيب تبرع لو له أنك لم تستطع الوصول إليه، لا استطع ومش عايز اروح واتبرع له بيها باي شيء لا، يعني طالما أنه حي يرزق لا تتبرع له، بل أنه تصل إلى ملكه، لا تعطيه يعني عنه صدقة وهو ما زال حيا وقادر على أن تصل إليه. أوصلها إليه بأي طريقة شئت، يسال بأي طريقة لازم شئت. يسال ولازم يعني الحيل كثيرة، لكن لا تتصدق عنه نيابة عنه وتستطيع أن تعطيه إياه، خلاص لعله أحوج إليها. طيب لكن إن لم تستطع الوصول إليه، أنا ما استطعتش الوصول إليه، يعني كأن رجلا مثلا كان له يعني شيئا عندك خلاص، ثم هذا الرجل سافر أو هاجر ولم تستطع أن تصل إليه أو لأحد من خلفه، يعني ممكن ترك ولد ذريا وأنت لم تستطيع الوصول للأرض، وهذا الولد هذا الرجل ممكن أن قد مات أو غيره، فيعتبر هذه من التركة صحيح، فتصل إلى أولادك. طب إن لم تستطع تصدق تصدق وتصل إليه إن شاء الله بنيته. طيب من هذه الأمور أيضا من السنن القراءة بعد الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة. فعن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، انتبه، ويسمع الآية أحيانا ده في صلاة الظهر. أيوة في صلاة الظهر يمكن أن تجهر بآية. طيب كيف؟ ليعلم الناس ماذا يقرأ. نعم، متى أيضا؟ إذا كان يقرأ بسورة فيها سجدة، إذا كان يقرأ بسورة فيها سجدة كسورة العلق مثلا، فاسجد واقترب، خلاص في نهاية السورة، فأنت تقرأ بهذه السورة، ولو كانت صلاة سرية مثل صلاة العصر والظهر، ثم أنت تريد أن تنزل لسجود هذه سجدة، خلاص سجدة التلاوة. طيب كيف يعلم الذين خلفك؟ فسرعا تجهر بآية، تجهر بهذه الآية لتعلمهم أنك تقرأ بآية فيها سجدة تلاوة وأنك ستسجد ثم تسجد، خلاص. طيب يقول ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. إنما كان يطول في الركعة الأولى ليش؟ أيوة ليدرك الذين يريدون الصلاة الركعة الأولى. طيب وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب. طيب وتسن القراءة في الأخرين أحيانا، يبقى السنة أنك تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأولين، والركعتين الأخرين الفاتحة فقط. لكن ورد أيضا عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة والسورة في كل ركعة، في كل ركعة من الصلاة. فحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين أي الرابعة والثالثة والرابعة قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. فدل ذلك على أنه كان يقرأ سورة معه، وهذا كان هدي عبد الله بن مسعود، يعني وأنا أتسنى به، يعني أقرأ مع في كل ركعة فاتحة وسورة. نعم. والسنة نعم والسنة أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء، وأن يسر بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب والأخرين من العشاء. هذه القراءة. هذا فين؟ هذا في الفريضة. طب في النافلة، القراءة في النافلة جهرية. لو كانت القراءة على رأيين، لو كانت القراءة
في الصلاة الجهرية التي هي ليلية فإننا نجهر في السنن. صلي سنة المغرب سنة العشاء فلك أن تجهر خلاص. طيب وإن كانت صلاة نهارية فلك إيه؟ أن تسر، لأن الأصل فيها إيه؟ فيها السر. طيب وبعضهم قال يعني إنما صلاة السنن تكون للسر إيه؟ للسر أقرب، فهي تسر بها عامة. تسر بها إيه؟ عامة. طيب من هذه الأمور التسبيح في الركوع والسجود من السنن أيضا. فعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وأيضا لو أجهر في صلاة الظهر جهر لا يبطل صلاته إلا إذا كان متعمدا. هناك قول يا شيخنا إلا إذا كان متعمدا. هناك قول أن صلاة الليل كلها جارية. صلاة الليل نعم. صلاة الليل ذكرت صلاة الليل جهرا وصلاة النهار سرا كلها يا شيخنا سواء سنة وفرض. أي نعم. طيب الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد بإحدى هذه الزيادات ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد وغيرها من الإيه مما ورد في السنة، فإن اقتصر على هذه فلا بأس. نعم. منها أيضا الدعاء بين السجدتين. الدعاء بين السجدتين من هذه السنن. فعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. نعم. أنا قلت لو واحد جاء في الصلاة دلوقتي في صلاة الظهر تمام في صلاة الظهر أنا قلت إذا كان متعمد في صلاة الظهر وجهر بها إذا تعمد نعم إذا تعمد بطل الصلاة. طب الجهر بالسنة لو نعم الجهر فين؟ إذا كان في صلاة ليلية صلاة الليلية الجهر فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فعله خلاص. صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلاة الليل جهرا وصلاة النهار سرا. طيب من تعمد أن يقرأ جهرا في العصر قال أهل العلم صلاة باطلة أنه خالف. اجبرني يعني والجبر وهو ضد الكسر. ثانيا يكون مكسورا، إما مكسور كسرا حسيا أو كسرا معنويا لعله يكون مصدوما فيجبره رب العالمين وينصره، ولعله يكون مريضا فيجبره رب العالمين، إما أن يكون على المعنى الظاهر أو المعنى الآخر. طيب أيضا منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. فعن عائشة قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل أي يوقظه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 فيقعد ثم يصلي يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم يسلم. هنا كان يصلي كم 9 ركعات بكم تشهد بتشهدين. ولذلك صلاة الوتر إما ركعة وإما 3 وإما 5 وإما 7 وإما 9 طيب أو 11. طيب لو أنه صلى ركعة يكون بتشهد 1. طيب لو كان 3 فلك أن تصلي 3 ركعات متصلات بتشهد 1 وهذا ثابت. وإما أن تصلي 2 ثم تسلم حتى لا تتشابه مع المغرب وتأتي بركعة منفردة وتشهد وتسلم. طيب الخامسة تصلي 4 ركعات متصلات 4 ركعات متصلات ثم تجلس للتشهد
ثم تقوم وتأتي بالركعة الخامسة وتجلس الايه؟ للتشهد. وهكذا مثلها لو كان 7 تجلس في الركعة السادسة والركعة الايه؟ السابعة. ولو كانت 9 الثامنة والتاسعة. ولو كان 11 في العاشرة وفي الأحد ايه؟ وال11. هل ثبت خلاص؟ نعم. هل ثبت هذا أكثر من 9؟ نعم هذا ثابت. كان صلاة واحد أكثر من 9. نعم كان يصلي من حديث ام المؤمنين عائشة كان ورده من الليل 11. فكان إذا فاته ورده من الليل لمرض أو سفر شفعه في النهار 16 ركعة. فوتر الليل شفع النهار. وتر الليل شفع النهار. واحد ساب الوتر بتاعه من الليل وكان بيصليه ركعة ويتذكروا الصبح يصلي قد ايه؟ 2. لأن حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ورده من الليل 11. فإذا فاته من مرض أو سفر وتذكره فين؟ في صبيحة اليوم الثاني صلى كام؟ 16. يعني زاد عليه ايه؟ زاد عليه ركعة. هو صليت طيب. ركعتين يا شيخ. نعم لو صليت الورد بتاعي ركعتين كل ركعتين اسلم. نعم جيد. نعم هو السنة صلاة الليل مثنى. وزاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح حديثا عند أبي داود والترمذي وصلاة النهار مثنى. وإن كانت هذه الزيادة يعني ضعفها بعض أهل العلم، لكن يعني أخذوا أن صلاة النهار أيضا مثنى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى حينما فتح مكة فإنه صلى الضحى كم؟ 8 ركعات مثنى. وهذا ثابت. فظل أيضا دل ذلك على أن صلاة النهار أيضا ايه؟ مثنى. طيب وتر الليل شفع النهار. 9 ذكرنا الدعاء بعد التشهد الأول والثاني سواء. يعني تدعو بعد التشهد الأول والثاني سواء. أما بعد الأول فعن ابن مسعود قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في الركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو ربه عز وجل. وأما أيضا الدعاء بعد التشهد الثاني فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وفي رواية ومن المأثم والمغرم. من المأثم والمغرم أي ما يجعلك ترتكب إثما أو ما يجر عليك دينا. مغرم الدين. أيضا من هذه السنن التسليمة الثانية اللي على الإيه؟ على الشمال. فالتسليم اللي على اليمين ده إيه؟ واجب. ليس واجب إنما هو إيه؟ فرض. ركن. وإيه؟ ركن. خلاص. أما التسليمة الثانية في سنة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين كما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. ولربما اقتصر على تسليمة واحدة كما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. خلاص. طيب أما في صلاة الجنازة فالراجح أنها تسليمة إيه؟ تسليمة واحدة. طيب وإن كانت اثنتين فهي عن الإمام الشافعي ولا حرج. أيضا وذكرنا مسألة رجل سلم عن يساره ثم سلم عن يمينه ما حكم صلاته؟ باطلة. صحيحة ولكن خالف السنة. صحيح. أحسنت. صلاته صحيحة ولكنه خالف الإيه؟ خالف السنة. فالسنة أن تأتي تسلم عن يمينه أولا ثم عن اليسار. طيب نأتي على السنن الفعلية. السنن الفعلية منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وذكرنا أن
رفع اليدين يكون مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، وكله جائز، كله جائز. وعند الركوع والرفع منه يبقى عند تكبيرة الإحرام، هذه موضع، وعند الركوع هذا موضع ثاني، وعند الرفع من الركوع هذا موضع ثالث، وهناك موضع رابع عند القيام من التشهد الأوسط، من التشهد الأوسط. هذه ثابتة، وإلا فهناك حديث فإنه كان يرفع يديه مع كل هيئة، ولكن تجد في لفظة عند النسائي أحيانا كما صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن الثابت والمتواتر أنها في أربع مواضع. طيب، ومعلوم أنه كان يرفع حذو المنكبين، يجمع أصابعه ولا يفرقها هكذا وجعلها في اتجاه القبلة، خلاص، حذو المنكبين، وقد تصل إلى فروع الأذنين. لكن بعض الإخوان يعمل كده، هذا غير صحيح، إنما يجعلها في اتجاه الله. يعني ينقص من نعم، هذه إنما جعل الإمام يؤتم به، وصلوا كما رأيتموني أصلي، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نصلي. يقول عند القيام التشهد الأول عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين في التشهد الأوسط رفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه روى ذلك أن النبي كان يفعله. ويسن رفعهما أحيانا عند كل خفض أحيانا عند كل خفض ورفع، لحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع ورفع رأسه من الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. طيب، وضع اليمنى على الشمال فوق الصدر، وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا أيضا من السنن الفعلية. وذكرنا أن لها هيئات، إما الكف على الكف، خلاص، تجعلها هكذا لكن لا تفردها هكذا، وإما أن تحلق، لكن بعض الخلق لا تحلق هكذا، لا تفرد هذا الأصبع. طيب، وإما أن تضع الكف والرزغ والساعد هكذا على السطر، على السطر. أما أن تجعله هكذا، بعض الخلق يجعله هكذا. طب تقول لماذا تفعل هكذا؟ قال رواية عن عمر. طب لو سلمنا أن عمر فعلها حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وكان يلملم جراحه، طب أنت عامل كده ليه؟ أنت مطعون. لكن سبحان الله إنما كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر. بعضهم كان يسجد اليدين ويقول أنا مالكي. قلنا ذلك إنما مالك جعلها آخر حياته، لأنه كان الإمام مالك عذب في اللي هو في أنه لا يقع طلاق المكره، فشلت يده وكان يستطيع رفعها. سبحان الله. لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا يعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وهذا كله يسمى صدر، ما فوق السرة خلاص إلى هذه الترقوة، هذا كله يسمى صدر. طيب، النظر إلى موضع السجود. عن عائشة رضي الله عنها قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، يعني سمينا أثناء صلاته موضع فين؟ موضع السجود، فإنه أقرب للخشوع. أيضا أن يفعل في ركوعه ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات. من الهيئات. فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، أي لم يرفع رأسه ولم ينكسه أثناء الركوع. لا ترفع رأسك أعلى أو تنكس رأسك، إنما تعتدل
ويعتدل في أثناء الركوع حتى لو أن سكبنا الماء لاستقر على إيه؟ على ظهره. خلاص؟ هذه من الأمور التي يجب أن ينتبه لها المصلي. ومنه أيضا قوله وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، قبض براحة يده وأصابعه ويفرق على ركبتيه. وكل ذلك ذكرناه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأمور السنة الفعلية تقديم اليدين على الركبتين في السجود. ذكرنا حديث أبي هريرة ووائل بن حجر في المرة السابقة. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وقلنا أن حديث أبي هريرة سنة قولية. أما حديث وائل بن حجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهي سنة فعلية. سنة فعلية. خلاص. طيب وأيهما يقدم في الأصول؟ قولية يقدم على السنة الفعلية. خلاص. هذا لو سلمنا أصلا أن الحديثين صحيحين، لكن الشيخ الألباني ضعف حديث وائل بن حجر. هو رأى. نعم. أيوة أنه رأى. نعم. أيضا 6 من هذه السنة الفعلية أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات، زي أن يسجد على 7 أعظم، يمكن الجبهة مع الأنف، واليدين تكون مجتمعة. خلاص. وموازية محاذية للمنكبين وفي اتجاه اتجاه القبلة. بعضهم يعمل لا في اتجاه القبلة، ويجافي بين العظم وبين الجنب وبين الفخذ وبين البطن، ويسجد على ركبتيه أيضا وبطون صدور الأصابع، بطون صدور الأصابع القدمين وليس الظهر. خلاص. بعضهم يضع رجله على رجل وهو ساجد. طيب أين السجود على 7 أعظم؟ خلاص. كل ذلك من السنة الفعلية. وأن يدعو ويطيل في سجوده بالدعاء، فهو موضع يستجاب فيه الدعاء. أيضا من هذه الأمور أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث. طيب لما يجلس بين السجدتين قلنا قلنا فيه الافتراش بينهما، يفترش رجله اليسرى وينسب رجله اليمنى. هذا ثابت بين السجدتين. وأيضا هناك كما عند الإمام مسلم من رواية أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده بين السجدتين، جلسته بين السجدتين يقعي يجلس على ينصب قدميه ويجلس عليهما. نعم ممكن. انظر. نعم هكذا هو سنة. حتى قال أبو هريرة لا أدري أكثر فعل النبي هذا الإقعاء خلاص أم الافتراش. هذا بين السجدتين فقط، بين السجدتين فقط. وهذا عند الإمام مسلم من رواية أبي هريرة. وهذا الإقعاء غير الإقعاء المنهي عنه. الإقعاء هذا سنة، أن تنصب قدميك وتجلس بمؤخرتك على رجلك من أعلى. أما الإقعاء المنهي عنه أن تجلس بالمؤخرة بين رجليك وهي منصوبتين هكذا. اجعل لا تجلس بين رجلين. افتح رجليك، افتح رجليك خالص واجلس بينهما. ايوه هكذا، وتضع يديك في الارض. هذا صعب. خلاص. تجلس وتضع مؤخرتك على الارض ورجليك منتصبتين. هذا المنهي عنه. جزاكم الله خيرا. طيب ايضا من ضمن هذه الامور ألا ينهض من السجود حتى يستوي جالسا. جلسة الاستراحة. فعن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يجلس جلسة الاستراحة. طيب
أيضا من هذه السنة الفعلية أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قام من الايه؟ ركعة، يقوم معتمدا على ايه؟ على يديه، يقوم معتمدا على يديه، كما نزل على يديه يقوم معتمدا ايه؟ على يديه. فعن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة رضي الله عنه وارضاه. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. اعتمد على الأرض إيه؟ ثم قام. بعضهم ذكرت لكم إنه إيه؟ العاجن، حديث العاجن خلاص يقوم إيه وكأنه كالعاجن. قال إنه في تصحيف بل هو كالعاجز، يعني كان إيه؟ معتمدا. الحديث يقول إيش؟ يقول واعتمد على الأرض ثم قام. طيب وإذا نزل اعتمد بيديه، نزل إيه؟ على يديه خلاص. وإذا قام اعتمد على يديه. الكل يعلم أنه أثناء النزول ينزل هكذا معتمدا بيديه، ولم يقل أحد بأنه نزل إيه؟ كالعادل. فالأولى كالثانية، الأولى كالثانية. طيب أيضا من هذه السنة الفعلية أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في الأحاديث. فعن أبي حميد أنه قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الإيه؟ اليمنى اللي هو الإيه؟ الافتراش. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعد اللي هو الإيه؟ التورك، اللي هو الإيه؟ التورك. والتورك يكون فين؟ في الركعة الثالثة في المغرب مثلا، وفي الرابعة خلاص في العصر والظهر والايه والعشاء. اما في صلاة الصبح فيكون الايه؟ يكون الافتراش، يكون الافتراش. يبقى الافتراش يكون في التشهد في التشهد بالركعة الثنائية، صلاة الثنائية. اما الثلاثية والرباعية التشهد الاخير يكون فيه الايه؟ فيه التورك، فيه التورك. طيب ايضا طب نختم بهذه، يعني ايه؟ نختم بالاذكار والادعيه المشروعه بعد الصلاه، ونقف عندما يكره فعله في الصلاه. والاذكار والادعيه المشروعه بعد الصلاه، بعد الايه؟ بعد الصلاه. منها ما روى ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله. يبقى مما ورد بعد الصلاة عن ايش؟ تستغفر ايه؟ ثلاثا، ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أيضا ما ورد عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الجميل لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. وأيضا ورد عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أي الذي يفعلهن 33 تسبيحا 33 تسبيحا و33 تحميدا و34 تكبيرا في دبر كل ايه؟ دبر كل صلاة. خلاص؟ طيب انتبه
يعني تجد أنه هنا جعل إيه تكبير كام؟ 34. طب اسمع إلى رواية أبي هريرة. رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل مثل زبد البحر. يعني سبحان الله أنا أستمنى يعني يقول هذا تارة وهذا وهذا تارة يعني يتراوح في بين أذكار النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يأتي منها ما يشاء. يجوز يا شيخنا نعم. 10 و 11 يجوز 10 و 11 قالوا عند عند المتعجل عند المتعجل له أن يأتي ب10 للمتعجل. وعن معاذ بن جبل قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي يا معاذ والله إني لأحبك فقلت بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك. سبحان الله هذه من قبل معاذ أن النبي يقول والله إني لأحبك. سبحان الله يعني رضي الله عنه يقول والله إني لأحبك. قال يا معاذ إني أوصيك لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. زاد محمد بن إبراهيم في حديثه وقل هو الله أحد. قل هو الله أحد. طيب نعم إن مات على ذلك لا يمنعه من دخول الجنة هذا عمل صالح صلاة وختمها بآية الكرسي فإن مات دخل الجنة. إن مات الآن دخل الجنة على ما كان من عمل. طيب وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طيب ونزيد في ذلك أيضا مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الصبح وصلاة المغرب لا يتحول من صلاته من صلاته حتى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. يبقى هذه تقولها فين؟ في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب قبل أن تتحول من صلاتك. خلاص لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أيضا تقرأ من السنة أيضا في صلاة المغرب وصلاة الفجر المغرب والفجر على الخصوص أنك تقرأ الإخلاص والمعوذتين 3 مرات وما غيرها من الصلوات تقرأها مرة واحدة. في إلى ذلك آية الكرسي وما سمعت من أذكار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.